We have our own struggle which we are conducting. We are grateful to the world for supporting our struggle. أول ما أقولك نيلسون مانديلا هتقول رئيس جنوب إفريقيا ومناضل وما إلى ذلك، لكنه في الأصل فكرة في قلب وعقل كل إنسان حر رفض العنصرية والاستهداف بلا سبب. اتولد نيلسون مانديلا يوم 18 يوليو سنة 1918 في بلدة مافازو في منطقة ترانسكاي بجنوب إفريقيا. سماه أبوه دولي هالا هالا ومعناها المشاكس باللغة الأفريكانية، لكن المعلمين البيض سموه نيلسون عشان ما كانوش عارفين ينطقوا اسمه. وده كان أول سؤال جه في باله، هو ليه اسم اتغير؟ هي هويتي؟ من يومه وهو مناضل قدر يكون من الطلبة الأفارقة القلائل اللي قدروا في دخول المدارس الابتدائية. سجل نجاح وتفوق ملحوظ في دراسته والتحق بكلية فورت هاري، لكن الحلو ما يكملش، اتطرد منها مع رفيقه أوليفر تامبو سنة 1940 بسبب مشاركته في الاحتجاجات الطلابية على سياسة التمييز، وما قدرش انه يكمل دراسته بشكل منتظم فكملها بالمراسلة في جوهانسبرج، وده كان تاني تمييز في حياته. وبقى بيدور في دماغه سؤال، ليه بيتعمل معايا كده؟ عشان بقى ياخدها من قصرها ما شغلش نفسه بالوظائف الحكومية الإدارية لأنها ما كانتش متاحة للأفارقة الرافضين للتمييز، ففتح مكتب للمحاماة سنة 1952 مع رفيقه أوليفر تامبو. كان أول مكتب للمحاماة للأفارقة في جنوب إفريقيا. بدأ رحلته مع السياسة في 20 من عمره، فانضم سنة 1942 لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي المعارض لسياسة التمييز ونشط فيه، وعمل على تحويله لحركة جماهيرية بتستقطب مختلف الفئات الإفريقية في جنوب إفريقيا. ولما بدأ الحزب حملة التحدي ابتدى مانديلا ينتقل داخل البلاد وحرض على مقاومة قوانين التمييز، فصدر حكم بسجنه مع وقف التنفيذ، ومنع من مغادرة جوهانسبرج لمدة 6 شهور استغلها لإعداد خطة لتحويل فروع الحزب لخلايا مقاومة سرية. وبعد الإفراج عنه سنة 61 قاد المقاومة السرية وسافر للجزائر سنة 62 لترتيب دورات تدريبية لأعضاء الجناح العسكري للحزب، وبعد عودته اعتقل بتهمة مغادرة البلاد بطريقة غير قانونية والتحريض على الإضرابات وأعمال العنف. ولما بدأت محاكمته تولى الدفاع عن نفسه، وصف حالته في المحاكمة وقال: أثناء محاكمتي دخلت قاعة المحكمة بملابس الكازا المصنوعة من جلد النمر، واخترت الزي ده لأبرز المعنى الرمزي لكوني رجلا إفريقيا يحاكم في محكمة للرجل الأبيض، وكنت أحمل على كتفي تاريخ قومي وثقافتهم، وكنت على يقين أن ظهوري بذلك الزي سيخيف السلطة من ثقافة إفريقيا وحضارتها. اتحكم عليه بالسجن 5 سنين، وقبل ما ينهيها صدر عليه حكم تاني بالسجن المؤبد سنة 1964. فكانت بداية رحلة نضال وعزيمة وصبر استمرت أكتر من ربع قرن، تحول خلالها مانديلا لأيقونة الحرية ورمز الكفاح والنضال. رغم ظلم وظلام السجن ما تخلاش أو تراجع عن محاربة الظلم، فرفض عرض من سجانيه بالإفراج عنه مقابل عودته لقبيلته والتخلي عن المقاومة، ورفض عرض تاني مقابل إعلانه رفض العنف. وأثناء فترة سجنه أصبح رمز دولي للكفاح ضد العنصرية، فرضخت حكومة جنوب إفريقيا للضغوط الداخلية والدولية، وأطلقت سراحه أخيرا سنة 1990 بعد أكتر من 27 سنة في السجن. وبعد الإفراج عنه أعلن وقف الكفاح المسلح، وقاد المفاوضات مع رئيس جنوب إفريقيا الأبيض فريدريك ويليام ديكليرك لإنهاء التمييز العنصري وتحقيق طموحه اللي عبر عنه في كتاب رحلتي الطويلة في طريق الحرية، وقال فيه: عندما خرجت من السجن كانت مهمتي تتمثل في تحرير الظالم والمظلوم معا. هنا بقى الفكرة، مانديلا رمز كبير لأي ظلم بيحصل في العالم وانتصار لأي مظلوم، وانت بقى عليك تفهم الباقي.